ساعات بتحس انه في حاجة غلط، مش في حياتك بس فيك انت، مع انك بتروح نفس الشغل وبتعمل نفس الحاجات وبتاخد نفس القرارات وكل حاجة يبان شكلها طبيعي جدا، بس انت اللي جواك في حاجة اتغيرت. والغريب ان انت مش عايز تغير اي حاجة في حياتك، بس في نفس الوقت مش قادر تتجاهل الشعور اللي انت حاسس بيه. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ ليه بنحس ده؟ انا آية مصطفى، وتعالوا نفكر قبل ما نقرر. خلونا نحاول نجاوب على السؤال اللي سألناه. يمكن الحاجات اللي كانت بتخليك تكمل على نفس الطريق اللي انت ماشي فيه ما بقتش بتطمنك، مش لانها غلط ومش لانها بقت وحشة، لكن لانها ما بقتش كفاية انها تطمنك وتأكد لك ان هو ده الطريق الصح اللي انت محتاج تمشي فيه. اوقات كتير بنقنع نفسنا انه لا، ما انا عملت كل ده، مش هرمي كل اللي انا عملته ده عشان انا حاسس انه مش كفاية، انا حاسس ان ده مش مكاني. ساعات بنعصر على نفسنا ليمونة كده ونقنع نفسنا بحاجات احنا مش عايزين نقتنع بيها. الاحساس ده بنحسه لما النسخة بتاعتنا اللي عايشة معانا دلوقتي بتكون مختلفة عن النسخة الأولانية مننا اللي بدأت الطريق ده في الأول خالص. لما بيحصل هذا الاختلاف بتحصل مشاكل كتير، لأنه الإنسان بيتغير وطريقة تفكيره بتتغير، أسئلته بتتغير، وعيه بيتغير، طريقة إدراكه للحياة وللحاجات كلها بتتغير وبتتطور. بس مش شرط إن الحياة تتغير معاه. فأنت فجأة بتلاقي نفسك واقف جوه طريق اللي رسموا ليك واللي بدأوا ليك هو حد تاني، ما بقاش شبهك دلوقتي، ما بقاش نفس الحد اللي واقف دلوقتي. اللي بيحصل هنا هو حاجة اسمها عدم تطابق الهوية أو الايدنتيتي mismatch. وده مش عشان الهوية القديمة كانت وحشة أو مش كاملة أو مش ناضجة كفاية أو أيا كان، لا خالص. هو بس زي ما قلنا اللي بيحصل إنه أنت بتتطور، بتتغير، وطريقة تفكيرك بتتطور، بتنضج أكتر، لكن مش شرط إن ده دايما بينعكس على الحياة اللي أنت عايشها. فأنت بتلاقي نفسك انت ماشي بنفس الطريق اللي نفسك القديمة هي اللي بدأته، بس انت دلوقتي بقيت حاسس ان في حاجة غلط، انه المكان اللي انت فيه دلوقتي ده ما بقاش قدك، ما بقاش شبهك، وما بقاش قادر يحتويك ويطمنك بنفس الطريقة اللي لما كنت عليها لما بدأت الطريق ده. بعد اللحظة دي بيجي شعور غريب، هو مش خوف بس بيجي شعور بعدم الارتياح. بس احنا بنكمل حياتنا عادي جدا، بنكمل في شغلنا، بنلعب، بنطلع، بننزل، بنضحك، بنقابل صحابنا، بنعمل كل حاجة. بس هذا الشعور الغير مريح هو بيفضل موجود ومش بيبقى عايز يتجاهل نفسه زي ما انت بتتجاهله كده بالظبط. المشكلة ان احنا متعودين انه مع كل وعي لازم بيجي قرار، حسيت بحاجة يبقى لازم تغير حاجة، مع ان في الحقيقة الوعي ممكن يجي لوحده، ممكن يجي من غير ما يبقى بعده اي حاجة، مجرد ان انت بتنضج وبتكبر وبتتغير. طيب ايه اللي يحصل بقى لما يجي الوعي وما يبقاش في خطوة بعده؟ ساعتها بتبقى المرحلة بتاعت الحبة اللي قبل ما اخد اي قرار، ودي بتكون مرحلة خطيرة جدا جدا، لان اصعب حاجة فيها هو ان انت تسيب نفسك، وان انت ما تجبرش نفسك ان انت لازم اخد قرار دلوقتي، لازم اطلع بحاجة دلوقتي، لازم يبقى فيه رد فعل للوعي اللي انا لازم احلل ولازم افسر ولازم اعمل. سيب نفسك لشعور عدم الارتياح، سيب نفسك تحس ان انت
بتكبر وبتنضج وبتتغير من غير ما يتبعوا دايما قرار. مش شرط، مش شرط خالص. اصعب حاجة بقى في المرحلة دي ان انت ما تجبرش نفسك ان انت تاخد قرار بسرعة، ما تستعجلش، وان انت عادي انك تبقى مش مرتاح، وطبيعي انك تدرك ان انت بتتغير، وان انت ما تجبرش نفسك انك انا لازم يكون لي رد فعل، انا لازم افسر، لازم احلل، لازم اشوف. سيب نفسك للحظة، سيب نفسك انك تكبر، ما تستعجلش القرار، خد وقتك، فكر كويس، اقعد على مهلك، حلل، بس بالراحة، من غير استعجال، من غير قرارات سريعة. مش كل وضوح بيجي معاه خطة، في وضوح بيجي عشان انت ما ترجعش زي الاول. وبفكركوا دايما وبفكر نفسي، اسعى اللي تستاهله، مش اللي سهل توصل له. اشوفكوا الاسبوع الجاي.